مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. أرباب المقاهي والمطاعم يضعون مطالبهم العاجلة على طاولة الحكومة. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خوضها إضرابا إنذاريا احتجاجا على أوضاعهم، وطالب أرباب المقاهي والمطاعم بإلغاء كل الضرائب والغرامات التي توصل بها المهنيون والتي تهدد جزءا منهم بالإفلاس. ودعا أرباب المقاهي في بلاغ لهم بضرورة إيجاد حلول وتسهيلات لأداء الدين وتفادي الحجز على الأصول، كما حدث مع بعض المقاهي، وشددوا على وضع تمثيلية للمقاولات الصغرى في الحوار الاجتماعي وفي المجالس الإدارية لكل المؤسسات المرتبطة بالقطاع، وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالوكالة الوطنية للتشغيل. ودعوا الحكومة في الأخير إلى فتح قناة تواصل مع المهنيين المغاربة لمناقشة مقترحات المكتب الوطني لإيقاف نزيف الإفلاسات المستمر.